اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الميادين في هذا اللقاء الحصري واللي يرحب به بكل صدر رحب محمد زعبيه عبر قناه ليبيا في برنامج ميادين. محمد اهلا بك ونورتنا في ميادين. اهلا وسهلا بك اخوي مهند. منور زعبيه. زعبيه لك جمهور كبير في ليبيا يتبع في اخبارك ويحاول انه يتبع في اخبارك، وحتى قبل شويه درت لقاءات مع بعض من زملائك الفرجاني الساسي وبعض من زملاء حول مساهمتك في الاسبيرانس في الترجي التونسي. احكي لي بدايه كيف هي الاجواء، كيف الظروف، ظروف اللعب مع نادي الترجي، كيف لقيت الفرق بين الدوري التونسي والدوري الجزائري اللي بكل صراحه يعني برزت فيه في الدوري الجزائري. والله اول شيء الحمد لله على كل شيء. يعني اكيد فيه فرق كبير بين الدوري الجزائري وبين الدوري التونسي. ما اعرفش يعني انا لما جيت للترجي يعني فريق كبير وكل الناس تعرف ان فريق الترجي فريق كبير. يعني ما حالفنيش الحظ من الاول تعرضت لي اصابه ومن بعد عودت وليت الحمد لله. شنو الاصابه اللي تعرضت لها في الاول قبل؟ والله إصابة هي يعني صعبة شوية، هي في ركبة الرباط الجانبي يعني. الحمد لله هو ما تقطعش أو شيء، لكن يعني صعب يعني يعني لما يبرى ما يبراش بالوقت، يعني لازم يطول، ياخذ فترة طويلة شوية. فالحمد لله يعني أكيد العلاج هنا يعني قعدت يعني ندير في الحصص العلاج وليت شوية مع. أول مرة تعرضها لنفس الإصابة؟ مش أول مرة، يعني ثاني مرة. حتى في الجزائر تعرضت لنفس الإصابة في على رجل اليمين. يعني إصابة هي زي ما نقول احنا صامتة شوية تطول. يعني في مكان يطول شوية، يعني حتى الكرة ما تقدرش تدير باص. الحمد لله يعني زي ما قلت لك أنا قعدت نعالج قعدت شهر و10 أيام، يعني فترة إصابة كاملة. وفي الجزائر قعدت على شهرين، هيك شهر ونص. يعني لأن هي شوية زي ما قلت لك، وما قدرتش نولي بسرعة لأن في الجزائر تعرف ملاعب أغلبية بساط فتطول شوية. طيب محمد زعبية معروف عليك أنت لاعب يعني مهاري هداف بمعنى الكلمة، وحتى فرحنا بعودتك للمنتخب الليبي، كل جمهور الليبي فرح بهذه العودة. قلت لي حتى أنت قبل شوية قلت لي ما حالفنيش الحظ. هل لقيت انسجامك مع الملاعبية؟ حسب ما شفت انا لقيت يعني الاجواء كلها يحبوا محمد زعبية في النادي وبينكم الملاعبية، يعني هل انسجمت بسرعة مع الملاعبية في الترجي ولا ما زال شوية ولا شيء بالضبط يعني؟ يعني أنا لما جيت للترجي من الأول، الفريق كان بادي وكان بادين قبلي، واحنا يعني في الجزائر الدوري كمل بكري شوية، فقعدت فترة راحة طويلة شوية. لما جيت هنايا قعدت نتمرن، درت اعداد بدني بروحي، فالحمد لله يعني يعني لحقت عليهم وبشوي بشويه، يعني لين جت الاصابه اللي كنت نحكي لك عليها قبل شوي، فعطلتني شويه وليت التالي شويه، فقعدت زدت اعداد مره ثانيه والحمد لله. يعني بديت نلعب، مدرب عمار سويه يلعب فيها الشوط الثاني لان تحصلت على مكانتي الاساسيه في الفريق، لكن كنت نلعب في مكان ماهوش مكاني. فيعني عادي يعني ما تلعب راس حربة صريح هيك زي ما متعود؟ ما كنتش نلعب، ما قلقتنيش الحاجات. يعني انا لاعب محترف جايبيني الناس، يعني نلعب. يعني حتى قال لي ما تلعب في مكان هذا، قلت له نلعب ما عنديش اي مشكله. يعني من العيب ان انا نقول لا ما نقدرش نلعب. اوكي، ولما لعبت لقيت روحك عادي ولا لا؟ لا يعني في اللعب يعني تعرف انت لما تكون فتره شويه موقف ما تقدرش تلقى روحك من الاول. فالحمد لله يعني من المباراه الثانيه بدأت تتحسن والحمد لله يعني لقيت مكاني. فهذه هي يعني الحمد لله. احنا نتمنى لك ديما التوفيق ان شاء الله. سمعنا هيك تصريحات مش عارف مدى صحتها ان زعبيه راح يترك نادي الترجي الموسم القادم، ما نعرفش مدى مصداقيه هذه التصريحات، هل في عروض، في كلام جدي، في ما نعرفش. والله الحمد لله يعني العروض الحمد لله، يقول الحمد لله يعني شكر لربي. يعني العروض هذه الحمد لله بالنسبه لي انا ما توقفش، والله العظيم يعني توفيق من عند ربي. يعني الحمد لله ديما في عروض، ديما في عروض. اما بالنسبه لي نترك الترجي ولا ما نتركش، في الوقت الحالي ما في شيء، ما زالت ما في شيء رسمي. يعني ما فيش اي شيء، اي حاجه رسميه.
يعني اكيد يعني في اي مكان تلقى الاشاعات ويكتروا اشاعات لكن ما في شيء الحق يعني. الزعبيه مستريح مع الترجي توا نسبيا. والله تو كان نقولك مستريح 100% نكذب عليك يعني. الوقت الحالي مانيش مرتاح 100%. بالك علاش؟ بلكن انا ما لقيتش يعني يعني ما قدرتش نسجل اهداف وما مانيش نلعب. انت زي ما تعرف يعني وزي ما يعرفوا الناس اني مانيش قاعد نلعب يعني قاعد على. بالك انت ما خدتش مثلا فرصتك الوقت الكافي باش انك تلعب كل المباريات يعني. يعني هدافين كبار طولوا باش يسجلوا اهداف يعني. اكيد يعني الدافع زي ما قلت لك الحمد لله يعني عمرها ما مرت بي يعني الحاجات دي والناس يعرفوني. عمري ما طولت بالطريقه هذه يعني. في شيء وفي خلل. وزي ما قلت لك يعني جمهوري والناس اللي تحبني والناس اللي تتبع فيا يعرفوا ان يعني عمري ما قعدت يعني فتره طويله زاد يعني ما سجلتش الاهداف. اكيد في خلل ومش محدود يعني. يجي الحظ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بالعمل والمثابره يجي ان شاء الله. في كرة القدم نقول لاش حد نقول له توفيق من عند ربي يعني. واحد محدود يعني كان انا محدود راه مانيش نلعب كرة قدم راني قاعد فهمت كيف. ف توفيق من عند ربي ان شاء الله ان شاء الله يكون ديما التوفيق نصيبك باذن الله. طيب